تبدأ قصتنا عادي جدا انه في طفلة صغيرة على الأرجوحة بتصرخ ان حد يزقها، لكن فجأة الأرجوحة بتتحرك بقوة غريبة وبترميها على الأرض، والأطفال بيخافوا وبينادوا على الدادة تشي بالفعل بتحاول تهدي الطفلة، لكنها بتهمس لصاحبتها لونا وبتقولها ان دي مش أول مرة الأرجوحة دي فيها حاجة غلط من زمان. الأطفال كانوا مفكرين ان المشكلة في الأرجوحة وان ده إهمال مش أكتر، ولكن حقيقة أغرب من كده بكتير. فجأة في صوت صراخ تاني، الأطفال كلهم مجمعين حوالين بنت اسمها جايا واقفة قدام الأرجوحة وبتقول لأي طفل ما تركبش، ممنوع. لما واحد قال لها دوري جاي بترد وبتقول له مستحيل تركبها. كان بتيجي تشي وبتزعق لها وبتقول لها ما ينفعش تعملي كده. ساعتها جايا بتتضايق وما بتردش عليها وبتطلع تجري. الطفل بيستغل الفرصة وبيركب الأرجوحة وبيقول حد يزقني بسرعة. بيبدأ حد يزقه، بس المرة دي الدفعة قوية جدا. الطفل بيطير في الهواء وبيشوف كيان اسود قدامه، عيونه حمراء وفمه مفتوح وعايز يبلعه. كيان بيدفع الأرجوحة أكتر وأكتر، ولكن فجأة جايا بتظهر وبتوقف الأرجوحة بقوة والولد بيقع على الارض. الطفل الغبي ده بيزعق وبيقول ان جايا هي اللي زقته بالقوه دي، بس الحقيقه عكس كده تماما، وان جايا هي اللي كانت بتحميه طول الوقت. تركب هي الارجوحه وبتفضل تتمرجح بطريقه غريبه جدا، وبتشوف قدامها الكيان المرعب اللي بيظهر وبيكون عايز يبتلعها هي كمان، وبيقول انا هبتلعكم واحد واحد. الوحش بيتوسع وبيفتح فمه اكبر وبيحاول يسحبها هي كمان، لكن في اللحظه دي جايا بتتغير شخصيتها وبتقلب 180 درجة. تنزل على الوحش بضربة قوية وبتصرخ وبتقول له أنا مش طفلة عادية، أنا أقوى وسيطة روحانية. استخدم قوتها والوحش بيصرخ وبيتلاشى، رعب بينتهي. بعد كده الولد بيبص لجايا وبيقول لها أنت مخيفة أنت والأرجوحة، الله يخرب بيتك، وبيطلع يجري. تقعد جايا وبتلعب على الأرجوحة لوحدها بهدوء، وتشي شايفة كل حاجة من بعيد وهي مرعوبة ومذهولة في نفس الوقت. لكن ما انتهيناش لحد هنا. إن في المكتبة كان في طفلة بتألف في كتاب مصور وبتوصل لصفحة فيها كلب، وفجأة روح شيطانية بتطلع من الصفحة. دي تشي اللي بتسمع صوت زعيق وبتدخل تلاقي جايا بتتخانق مع الطفلة عشان الكتاب، والطفلة بتعيط وبتقول إن جايا أنانية جدا. فجأة جايا بتختفي وبتعمل حركة كده يعني جيمس بوندية أويلي عليها. تشي ساعتها بتشيل الكتاب وبتفكر هل الكتاب ده زي الأرجوحة وفي خطر. دي كده بتكتشف ان جايا كانت بتلزق صفحات الكتاب الخطرة عشان محدش يفتحها. شي ساعتها بتسألها ليه بتعملي كده، فجايا بترد اخيرا وبتقولها الكتب دي سيئة وما ينفعش حد يفتحها. بعدين بعد ما الأطفال بيمشوا، جايا هي اللي بتفضل في الحضانة لغاية ما أبوها يجي ياخدها، لكنها بتحس إن في حاجة غلط وبتجري عند الدادة تشي. هي فاتحة الكتاب الشيطاني، يخرج منه شبح على شكل إنسان وبيفجعها، ولكنها بتنزل على دماغه بالكتاب وبتخلص عليه. تنقذ تشي اللي بتسألها بعد كده انت كنت عارفة ان ده هيحصل، فجايا بتقول لها ايوه عشان كده قلت ما تفتحيش الكتاب ده. هنا تشي بتبدأ تفهم ان كل اللي جايا كانت بتعمله مش انانية ولا حاجة، ولكنها كانت بتعمل كده عشان تحميهم من الارواح. قرر بعد كده انها تدافع عنها قدام اي دادة بتوبخها. كان بتيجي دادة كبيرة وبتاخدها وبتمشي. ساعتها تشي بتخاف وبتاخد الكتب دي وبتجمعها وبترميها بره، ولكن مديرة الحضانة بتشوف الكتب وبتاخدها معاها عشان تديها لدار الكتب تقريبا، بس احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في الكتب دي. في اليوم التاني ابو جايا بينادي عليها وهو بيشتكي ان راسه تقيلة وتعبان. جايا ساعتها بتبص له وبتشوف روح ساكنة في دماغه وبتقول له نزل راسك، وبتتحول لشكلها التاني وبتطرد الروح بسرعة، وبعدين بتهزر وبتقول له شعرك كان منكوش، فبيضحك وبيشكرها. بعد ما بيخرجوا من البيت جايا بتسلم على شباك غرفة ما فيهاش حد، وبنكتشف ان الغرفة دي مسكونة. نروح مرة تانية للحضانة اللي بيكون فيه طفل محبوس في الحمام، وروح خبيثة هي اللي زنقاه هناك، والطفل بيصرخ وبيستغيث، وتشي بتنقذه في الاخر، لكن الطفل بيفضل يعيط، فبيقفلوا الحمام وبيقولوا ان الحمام بايظ. وجايا بتوصل وصديقتها عايزة تستخدم الحمام. جايا بتحذرها وبتقول لها ما تشربيش كتير عشان ما تدخليش الحمام كتير. انها برضو بتخش وبتقول لها لو حصل حاجة ساعديني، وبالفعل الحمارة بتخش وبتفضل قاعدة جوه. لما بتيجي تطلع الباب بيكون مقفول، وبتحاول وبرضو ما بتقدرش. اما الباب بيتفتح سنة تلاقي روح مرعبة جدا ظهرت وراها بتقفل الباب بسرعة. روح الملعونة بتقول لها خلاص وقت جه وانا هبتلعك.
لكن جايا ساعتها بتكسر الباب وبتنقذها والبنت بتهرب وهي بتواجه الوحش لوحدها وبتضحك وبتقول له انا اللي هفعصك وبتخلص عليه وبترميه في المجاري وبتشد السيفون وكده خلصنا منه. كان الحمام بقى خرابة والباب المكسور. الدادة ساعتها بتزعق وبتقول مين المسؤول؟ انت يا جايا صح؟ لونا بتضغط عليها وبتقول لها اتكلمي يا جايا فيه ايه؟ لكن جايا بتكون خايفة تتكلم عن الاشباح عشان محدش هيصدقها وهيتهموها بالجنون، ولكن تشي بتتدخل فجأة وبتقول انا السبب، انا اللي استخدمته وبوظت الدنيا. ساعتها لونا بتغضب جدا وبتقول لها طيب ماشي نضفي انت بقى. جايا ساعتها بتفضل موجودة مع تشي وبتقول لها هو انت ازاي عرفتي ان في اشباح وانت مش بتشوفيهم؟ فتشي بتقول لها عشان واثقة فيكي وعشان انت نيتك صافية وبتحمي الكل ومش هسمح لحد يوبخك، انا هحميكي يا جايا. ساعتها جايا بتحس بشعور حلو جدا لان اول مرة حد يقف جنبها. ساعتها البنت اللي كان الوحش هياكلها وهربت عشان ما تلبسش هي الفوضى بتاعت الحمام بتيجي وبتعتذر لجايا. بتكون جايا متعصبة جدا منها وعايزة تضربها، ولكن تشي بتمسكها وبتقول لها لا اسمعيها، والبنت بتقول لها انا اسفة وشكرا ليكي. فجايا بتفرح من كلمة شكرا وبتقول لها العفو. بعد شوية الاطفال بيمشوا وتشي بتستغرب ليه ابو جايا دايما اللي بيجي ياخدها وفين امها. لونا بتقول لها ان امها في مشكلة غريبة ومش عارفين ايه هي. ساعتها جايا بتوصل للبيت وبتروح على غرفة امها بسرعة وبتفتح الباب، ولكن الصدمة ان في روح قوية جدا مسيطرة على امها وبتقفل الباب وبتسمع امها بتصرخ بطريقة مرعبة. ابوها ساعتها بيقول لها امك مش كويسة دلوقتي سيبيها. ساعتها جايا بتكون حزينة ومحبطة لانها اقوى وسيطة روحانية لكن مش قادرة على الروح دي، لكنها بتتوعد ان امها مش هتفضل كده للابد. بعدها بنشوف الدادة وهي ماشية بالاطفال في طريقهم للحضانة، كل حاجة طبيعية جدا لحد ما بيقفوا عند الاشارة. ساعتها بنت اسمها ساكو بترفع عينيها بالصدفة على شباك بيت قديم، فجأة بتشوف ست واقفة بتبص لها بنظرة مرعبة وعينيها ثابتة وما فيهاش أي إحساس. ساكو ساعتها بتخاف بس بتعدي الموضوع، بس المشكلة ان المشهد ده بيتكرر كل يوم ونفس الطريق ونفس الشباك ونفس النظرة اللي بتجمد الدم في العروق. في الاخر ساكو بتقرر تحكي لاصحابها وتقول انها شايفة شبح. الاطفال بيضحكوا عليها وواحد فيهم بيقول لها اعترفي انك بتهلوسي، فبتبدأ تتخانق معاه وهو بيسخر منها لحد ما ساكو بتزعل وبتضربه، لكن الأطفال بيجروا وهم بيطلقوا عليها اسم الغوريلا. وقتها جايا بتكون متابعة كل اللي بيحصل وبتشجع ساكو وبتقول لها ان اللي عملته ده شجاعة مش تهور. ساكو ساعتها بتفتكرها بتمدح قوتها، لكن جايا بتوضح لها وبتقول لها انا قصدي انك ما خفتيش من كلامهم. وهنا المفاجأة ان جايا هي كمان بتعترف ان هي كمان بتشوف الأشباح. ساعتها الاتنين بيقرروا يثبتوا للكل ان اللي بيشوفوه حقيقي وبيروحوا تاني يوم ناحية البيت اللي فيه الست المرعبة. اول ما بيوصلوا هناك ساكو بتشوف العين مرة تانية وبتصرخ وبتقول لجايا شايفة يا جايا؟ جايا بتشوفها هي كمان وعينيها بتوسع اول ما بتشوف الست الغريبة دي تكون قاعدة تبص في عين الست دي. بس اللي حصل بعد كده كان غريب ومرعب في نفس الوقت. روح سوداء تبدأ تخرج من عين الست وتنزل ببطء ناحيتهم. دي بتصرخ في وش ساكو وبتقول لها ما تبصيش في عين الست، لكن جايا بتكون هي الوحيدة اللي شايفة الروح المشؤومة دي. وفي لحظة واحدة جايا بتهاجم الروح المرعبة دي وبتدمرها. بس في حاجة غريبة جدا وهي ان الست لسه واقفة في مكانها كأن ما حصلش اي حاجة، ان جايا لسه مخلصة على الروح بتاعتها. بتكون فاهمة ايه اللي بيحصل، لكن وقتها الدادا تشي بتوصل وبتسألهم اتأخرتوا ليه. فساكو وجايا على طول بيقولوا لها على الست المرعبة. تشي اول ما بتبص على الشباك بتترعب هي كمان وبيبان على ملامحها. لكن يا صديقي بعد شوية بنعرف الحقيقة الصادمة، هي ان الست دي مش شبح اصلا، دي ست ميتة بقالها ايام والجثمان كان في البيت ومحدش كان عارف عنها حاجة. والموضوع بيعدي والاسعاف بتاخد الجثمان، حكاية بتعدي من غير ما اي طفل يعرف. نهاية اليوم جايا بتكون مروحة مع والدها، ولكن بيكون في شخص بيتبعهم ومش عارفين هو مين. بس في نفس اليوم الإدارة بتوصل رسائل الدادات بتحذرهم من شخص مشبوه، راجل في الأربعينات بيقرب من الأطفال كتير. تشي بتشوف الموضوع عادي، تقول ايه المشكلة لما شخص يقرب من طفل. الإدارة بتقول لها بس يا عبيطة انتي، وبتأكد عليهم ان حوادث الخطف حصلت قريب منهم، وبنعرف ان الشخص ده محمد جودة في نفسه كده. بعدها بنشوف ان لونا وتشي ودادا كمان خدوا الأطفال للمنتزه عشان يروقوا عليهم هناك.
بعدها بنشوف ان جايا قاعدة لوحدها وفي حد بيتربص بيها من الخلف. بعدها بتروح جايا قدام الزهور وبتقعد وبتكون وحيدة وبائسة، لكن في ايد غريبة بتيجي وبتحط لها تاج ورد على راسها. بيكون ده خاطف ولا اي حاجة، دي بتطلع البنت اللي اسمها مايا. جايا بتفرح جدا وبتقول لها انتي بتعملي الحاجات دي ازاي؟ فمايا بتقول لها ان امها علمتها تعمل التيجان دي. ساعتها الكلمة دي بتوجع جايا لانها محرومة من امها من زمان. ساعتها جايا بتطلب من مايا ان هي تعلمها، فبتقول لها تمام، وبتبدا جايا ان هي تجمع الزهور وبتكلم مايا انها مش بتلاقيها لانها بتكون اختفت. ساعتها جايا بتقلق وبتجري ناحية الغابة، وبنشوف رجل شخص بتجري وراها هي كمان. وبتوصل جايا للغابة، بتشوف مايا هناك وبتسألها انتي بتعملي ايه هنا؟ مايا بتقول لها ان هي جت مع امها وامها جايه خلاص. امها ساعتها بتيجي من وسط الاشجار تقول لمايا هو ايه ده، هي دي صاحبتك؟ تفضل تمدح في جمال جايا، فبتتنهد جايا ان ده مش شبح، ولكن بيلفت انتباهها ان كلمه تودعها قبل ما تمشي. مايا ساعتها بتنخدع وبتمسك ايد الشيء الغريب ده. جايا ساعتها بتعرف ان دي مش امها وان دي روح شريرة، وبتمسك ايد مايا وبتكون مش عايزة تسيبها. بيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا ان جايا بتقول لها ان دي مش والدتك، ومايا مصممة ان دي والدتها. ساعتها الروح بتسيب ايد مايا وبتبعد وبتقول لها تعالي معايا يا مايا. ساعتها مايا بتكون متعصبة وعايزة تضرب جايا عشان تسيبها، بس قبل ما تضرب جايا بتكون في روح مرعبة عايزة تبتلعهم. بس ساعتها تشي بتكون وصلت، شايفة الشيء الغريب اللي عايز يبتلع جايا ومايا. بيكون ده روح ولا حاجة، ده بيكون إنسان رمة كده شبه الوحش وبيقرب من الأطفال، لكن تشي بتجري عليه ويا ويلي على التنفس الصناعي، وبتاخده واحدة جون سينا على الأرض ويتخلص عليه. ساعتها العيال بينسوا الخناقة وبيكونوا مصدومين جدا من اللي تشي عملته. ساعتها تشي مش بتسكت وبتشيلهم هما الاتنين وبتجري وبتفك سبرنت وهي متعصبة، لكن الجحش اللي بيكون مرمي على الأرض ده بيقوم ولا كأن حصل له حاجة. بعد شوية بتيجي والدة مايا وبيتأكدوا إن أم مايا الحقيقية ما كانتش هناك أصلا، واللي شافوها كانت روح متجسدة. عشان تشي خايفة على الأطفال بتدي جايا جهاز إنذار وبتقولها لو حسيتي بخطر شدي الخيط ده فورا. طبعا جايا فضولية جدا وبتشد الخيط في نفس اللحظة تقلب الحضانة كلها سرينة. وبيجي وقت الرجوع ووالد جايا بيجي وبيقف مع تشي يتكلم معاها. وعلى الناحية التانية عند جايا اللي بتكون واقفة وبتلاقي أبوها ناحية السور. جايا بتشوفه وبتفهم إنه أبوها وبتنط من السور وبتمشي معاه، ولكن العيال اللي بتكون مروحة بتشوف جايا ماشية مع حد مش موجود، وبتكون دي روح أساسا ومش أبوها خالص. العيال بيكونوا مصدومين من اللي شايفينه قدامهم. تشي بتكون مستغربة إن جايا اتأخرت، لكن في الطفل اللي شافها بيجري بسرعة بيقول لتشي على اللي حصل. ساعتها تشي ووالد جايا بيكونوا مصدومين من اللي بيسمعوه، لكن جايا وهي ماشية مع الروح اللي هي فاكراه والدها وبتتكلم معاه بتبص فجأة على بوابة الروضة، ولكنها بتتصدم بوجود أبوها مع دادا تشي. ساعتها حقيقته بتتكشف وإن هو روح شريرة مش والدها خالص. جايا بتتعصب وبتفعص إيده وبتخلص عليه، فالروح دي بتعاني وبتتحول لشكل أمها، بتتكلم معاها بحنية وبتعمل لها شعرها. وجايا ساعتها بتضعف، لكن في آخر لحظة بيظهر شخص غريب، بيظهر نفس الراجل اللي لاقي الرمة الضخم الحلوف، يستخدم مادة بتكشف الروح. وجايا بتفوق وبتقضي عليها تماما. ساعتها الراجل ده بيقول لها انتي اسطورة في طرد الارواح، يفضل يتكلم معاها، ولكن جايا بتغفله وبتسحب الخيط اللي بيعمل السرينة العالية. ساعتها تشي بتسمع الصوت بتاع السرينة وبتكون قلب على جايا الدنيا وبتجري على الصوت. بتروح وبتلاقي الراجل الرمة ده وبتكون متعصبة وعايزة تفشخه تاني، ولكن جايا بتقف قدامها وبتمنعها وبتقول لها ان ده شخص طيب. تشي بتقول له وانت تعرف جايا منين؟ ساعتها بيقول لها ان دي قصة طويلة قوي، كون تصرفاته غريبة وبيبان ان هو محمد جودة خالص، لكن بيوطي على الارض زي الخدم وبيقول لجايا اتفضلي. ساعتها جايا بتجري على والدها وبتحضنه. جايا بتمشي مع والدها وبيودعوهم. الرمة ده ساعتها بيدي تشي الكارت بتاعه، كل مكتوب في الكارت ان اسمه موب ومتخصص في الظواهر الغامضة. بس قبل ما نقفل الحلقة يا صديقي، مين موب ده وهل هو انسان عادي ولا حاجة اخطر؟ اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ولو حابب الجزء الجاي اشترك وفجر اللايك، واللي جاي اعلم بكتير. سلام يا صديقي.